السلام عليكم، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا اليوم فيديو جديد ووصفه جديده كيف العاده. وسمحوا لي بزاف طولت الغياب هاد المره هذه، ولكن جيتكم بواحد الوصفه ديال المادلين اولا كاب كيك كيجيو خفافين بزاف بحال القطن، وبيضه واحده كتخرج ليك 12 حبه. كيجيو اقتصاديين والنتيجه رائعه كيف كتشوفوا معايا في الصور. بقاو حتى لاخر الفيديو تعرفوا المقادير وطريقه التحضير. اذا هنا غندوز مباشره لطريقه التحضير وانا كنقول المقادير، وغادي نخليهم لكم مضبوطين في صندوق الوصف. هنايا استعملت بيضه اللي هي متوسطه، وهنايا استعملت كاس ديال السكر سنيده، كاس ديال العنبه، وهنايا قبيصه ديال الملح ضروريه. وكذلك غادي ناخذ هذا الخليط هذا غنطربوه بالطراب الكهربائي حتى يولي اللون ديال البيض في ابيض في هذا الشكل هذا اللي راكم تشوفوا معايا. فضروري هذه المرحله هذه انكم تطربوا البيض مزيان باش كيجيوكم لي مادلين ديالكم خفافين. اذا هنايا ملي وصلت لهذا القوام هذا ماشي كنطلعوه حتى كيولي بحال اللي غنديروا الجينواز، ولكن كيولي بحال هذا الشكل هذا. هنا عندي كاس قل ربع ديال العنبه ديال زيت المائده، كاس قل ربع كنضيف بالتدريج وانا كنطرب بالطراب بهذا الشكل هذا. وهنايا غادي نضيف كاس ديال الحليب كذلك اللي غادي نضيف لهذا الخليط هذا، كاس ديال الحليب وكاس قل ربع ديال زيت المائده. كيف قلت لكم كاس قل ربع ديال زيت المائده، العبارات كلهم بكاس ديال العنبه، وغادي تلقاوهم مضبوطين بالغرام وبالكاس في صندوق الوصف. اذا هنا بعد ما خلطت هاد المكونات هكذا مزيان، بالنسبه لهاد لي مادلين هادو غنصايبوهم بويض، والمادلين الثانيين غنصايبوهم بالشكلاط. اذا هنايا عندي جوج ديال الكيسان ديال العنبه ديال الدقيق اللي ديجا مغربل، ضروري يكون مغربل. جوج ديال الكيسان ونص اللي غادي ندخل في المجموع، جوج ديال الكيسان ديال العنبه ونص ديال الدقيق. اذا هنا غادي تشوفوا معايا كيفاش داير القوام ديالو. فانا غادي نضيف واحد نصف كاس، وغادي تشوفوا معايا القوام ديال هاد المادلين كيفاش كيكون. غنضيف نصف كاس كذلك ديال الدقيق. اذا في المجموع ديال الدقيق اللي دخل في هاد المادلين هذا جوج كيسان عامرين ونص كاس ديال الدقيق. وهنا عندي خماره ونص، يعني 8 غرام مجموع 12 غرام تقريبا. خماره ونص اللي غادي نستعمل ديال خميره الحلويات. وهذا هو القوام ديال الخليط ديالي اللي كنحصل عليه. واخا تشوفوا هكذا ثقيل راه كيجي مفشفش وكيجي اسفنجي، كيجي رائع بزاف. فهنايا خديت القوالب اللي غادي ندير فيهم المادلين، خويت نص الكميه في الاول. وهنايا انا بالنسبه ليا غندير لهم الحشوه ديال الشوكولا، نتوما ديروا ديال المربى اولا ما ديروش، المهم كيبقى لكم الاختيار. فانا هنايا درت فيهم الحشوه ديال الشوكولا ديال الدهن الخبز. كيجيو صراحه بنانين بزاف وكيجيو زوينين، والوليدات كيحماقوا عليهم. اذا هنا كيف كتشوفوا معايا الفيديو راه موضح لكم الطريقه مزيان. واللي مهم هو والسر فين كاين غادي يكون في الطريقه باش كطيبوهم. وهنايا ضروري اننا كندخلوهم للثلاجه واحد 10 ديال الدقائق. فهاد المرحله هذه ضروريه، فانا كندخلهم للمجمد 10 ديال الدقائق فقط، لا اقل ولا اكثر، ماشي كنخليهم تيجمدوا. اذا هنا كنزين بهاد لي بيبي شوكولا، زينت بهم من الفوق، فتا هادو كيبقاو اختياريين للتزيين فقط. انا بالنسبه لي درتهم، يعني نتوما اللي بغيتو. اذا هنايا من بعد ما غادي نزينهم كيف قلت لكم غادي ندخلهم للمجمد واحد 10 دقائق تقريبا او اقل، المهم غير باش كيشدوا في راسهم باش داك الشكلاط ما كيهبطش وكيجيو زوينين بزاف. وفي ديك الاثناء اللي كنديرهم كنديرهم في المجمد راني كنكون مسخنه الفران من الفوق ومن التحت على درجه حراره درجه حراره زعما منخفضه. اذا هنا غادي ندوزو للمادلين الثاني وغادي نشرح لكم مزيان على الطريقه ديال الطياب. المهم نفس المقادير بالنسبه للمادلين ديال سميتو ديال الشوكولا، غير هو عاود هنايا جوج كيسان ونص ديال الدقيق، كندير جوج كيسان ديال الدقيق
و2 معالق كبار ديال الكاكاو المر. نفس الطريقه اللي شفتوا معايا في المادلين الاول غادي ندير به هاد المادلين هذا ديال الشوكولا. فهنايا غير بغيت ندخل لكم في الفيديو باش تعرفوا الفرق ما بين هذا ما بين كل شكل وكيفاش يعني الاضافه اللي درت. بالنسبه للمادلين الاول كيف قلت لكم 2.5 كيسان ديال الدقيق، والمادلين الثاني 2 كيسان و2 معالق كبار ديال الكاكاو المر. اذا هذا هو الفرق بالمقادير، راكم كتشوفوا معايا راه نفس المقادير ما كاينش تغيير. فكي شفتوا معايا هنايا راه بيضه متوسطه الحجم وضفت عليها قبصه ديال الملح، كاس ديال السكر سنيده، وكاس قله ربع ديال الزيت، وكذلك غنضيف كاس ديال الحليب، وغادي نضيف النواشف بالتدريج. وما ننساوش ضروري انكم ديروا النكهه ديال الفاني، فكتعطيهم واحد المذاق رائع بزاف صراحه، كيتواتاو بزاف مع المذاق ديال الفاني، لا ديال الشكلاط ولا اللي درنا بلا شكلاط، كيجيو زوينين بزاف. اذا هنا كيف قلت لكم راه غادي نضيف 2 ديال المعالق ديال الكاكاو المر، فغير ما تشدتش ليا اللقطه. 2 ديال المعالق كبار ديال الكاكاو المر و2 كيسان ديال الدقيق، كلشي يتغربل، و 12 غرام ديال خميرات الحلويات، يعني مجموع ديال كيس ونص ديال الخميره ديال الحلويات من فئه 8 غرام. اذا هنا غنخلط المكونات، راه باقي غادي نزيد المعلقه الثانيه، فكيسحب لي ما تسجلتش ليا اللقطه، ولكن انا زدت 2 معالق كبار ديال الكاكاو المر و2 كيسان ديال الدقيق، وكنخلط المكونات. كيكون هذا هو القوام اللي كتشوفوا معايا. وهذه معلقه كبيره عامره من البودره ديال الفانيلا، كتعطيهم واحد المذاق رائع بزاف. بالنسبه للاولين ما تسجلتش اللقطه، ولكن حتى هما راه فيهم المذاق ديال الفانيلا، تقدروا تنسموا باي حاجه، ولكن بالنسبه للشوكولا فكيتواتى بزاف مع الفانيلا. واخرين تقدروا مثلا ديروا فيهم قشور ديال حامض اولا ديال التشين، المهم اللي بغيتو نتوما واللي متوفر عندكم واللي كتفضلوا. اذا هنا بنفس الطريقه غادي نديرهم في القوالب ديال الخاصين بالمادلين بهذه الطريقه هذه، وغادي ندير لهم حتى هما حشوه ديال الشوكولا، وغادي نشرح لكم على الفران اكثر، وغادي نوريكم العافيه اللي خصها تكون مهيله. والمرحله ديال انكم في هذه المرحله منين غادي تساليو ضروري تدخلوهم المجمد كيف قلت لكم واحد 10 دقائق. مهم هذه اكثر مده هي 10 دقائق، ممكن 5 دقائق باش كيبردوا وداك الشوكولاط ما كينزلش لتحت، وكذلك هذوك لي بيبي د شوكولا ما كينزلوش حتى هما لتحت، فهمتوني. ومن الاحسن يكونوا في الثلاجه، هما ديجا يكونوا في الثلاجه. اذا هنا كيف كتشوفوا معايا راه نفس الطريقه ديال الاولين اللي خدمت معكم. فالمقادير غادي نخليهم لكم في صندوق الوصف، واللي مهم هو الطريقه ديال الطياب في هاد المادلين هادو هما السر باش كيجيو منفوخين وكيجيو ناجحين بزاف. وكنتمنى انكم تجربوهم حيت فعلا كيستحقوا التجربه. الى عجبكم هذا الفيديو ما تنساوش تخليوا لي لايك، تعليق محفز كيف العاده، وسمحوا لي وليت كنغبر عليكم، ولكن ان شاء الله غادي نولي كنحط الفيديوهات. فانا كنغبر الظروف لان اليوتيوب راه صراحه صعيب اليوتيوب بزاف، باش تصوري وتمونطي وتحطي راه واحد التماره. يعني باش كتشوفوا نتوما هذا الفيديو بحال هكا راه كيدوز من بزاف ديال المراحل وفيه بزاف ديال التماره. مهم هذا هو السبب اللي ما كيخلينيش نحط ديما، ولكن ان شاء الله غادي نبدا كنحط الفيديوهات عاوتاني ونرجع بطاقه جديده حيت مره كنمل. اذا هنايا كيف كتشوفوا معايا هانتوما الفران العافيه من التحت ومن الفوق عافيه اللي هي مهيله، هذا هو السر باش كيطيبوا. ما كتوليوش تهبطوهم لتحت صافي كيولي الشكل ديالهم بحال هكا كينشفوا، كتبدا الريحه ديال المادلين كتخرج من الفران، كتدخلوا فيهم شي كيغدون كتلقاوهم ناشفين صافي كيكونوا واجدين، وهذا هو الشكل النهائي ديالهم. كنتمنى انهم ينالوا الاعجاب ديالكم. ما تنساوش تخليوا لي لايكاتكم وتعاليقكم المحفزه، وكنقول لكم نتلاقاو في فيديو جديد ووصفه جديده ان شاء الله. انتظروني في تحضيرات رمضان. هانتوما كتشوفوا معايا هاد البويض هذا هو الشكل ديالهم، كيجيو زوينين. انا غادي نحل معكم شي وحده باش تشوفوها كي جات من الداخل، كتجي زوينه بزاف.
ف كنتمنى انكم تجربوهم، غير جربوهم بعينيكم مغمضين. هانتوما كتشوفوا الشكل ديالها كيفاش جا داير. هنا راه باقي سخونه. وهنا كذلك غادي تشوفوا هذوك المادلين ديال الشوكولا عاوتاني حتى هما، شوفوا كي جاو دايرين، كيجيو رائعين بزاف، غيوليو معتمدين عندكم. وهنا كنكونوا وصلنا لنهاية الفيديو، وغادي نقول لكم بسلامة عليكم، نتلاقاو في فيديو جديد ووصفة جديدة ان شاء الله على قناتي. فاللي باقي ما تابوناش في القناة كنتمنى انك تضغط على زر الاشتراك وتفعل الجرس باش يوصلك جديد القناة. وكنقول لكم بسلامة عليكم، نشوفكم بخير وعلى خير ان شاء الله.